ملخص شامل. الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم موسم 2025-2026. النتائج. الترتيب. نتائج مباريات الجولة 18 يوم الثلاثاء 27 من جانفي 2026. الترجي الرياضي التونسي 1 شبيبة القيروان 0. النادي البنزرتيت 1 مقابل الشبيبة الرياضية بالعمران 0. النادي الصفاقسي 2 عمر بن علي في الدقيقة 43 و53. نجم المتلوي 0 يوم الأربعاء 28 من جانفي 2026. الملعب التونسي 1-0. النادي سليمان الرياضي الأولمبي الباجي 1-0. الاتحاد المنستيري نجم الرياضي الساحلي 0-0. الاتحاد بن قردان مستقبل المرسى 1-0. مستقبل قابس. المجموع العام للنتائج في هذه الجولة: فاز 3 فرق بنتيجة 1-0 وسجل تعادلين سلبيين، بينما انتهت مباراة الترجي الجورجيسي ضد النادي الإفريقي بنتيجة بدون أهداف في ترتيب فرق البطولة بعد نهاية الجولة 18. ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2025-2026 هو كما يلي بالترتيب من الأول إلى الأخير: الترجي الرياضي التونسي 40 نقطة، النادي الإفريقي 38 نقطة، الملعب التونسي 37 نقطة، النادي الرياضي الصفاقسي 35 نقطة، الاتحاد الرياضي المنستيري 30 نقطة، الترجي الرياضي الجرجيسي 25 نقطة، نجم الرياضي بالمتلوي 25 نقطة، النجم الرياضي الساحلي 23 نقطة، الاتحاد الرياضي ببن قردان 23 نقطة، المستقبل الرياضي بالمرسى 22 نقطة، النادي البنزرتي 20 نقطة، الشبيبة الرياضية بالعمران 19 نقطة، الأولمبي الباجي 15 نقطة، شبيبة القيروان 14 نقطة، نادي سليمان الرياضي 13 نقطة، مستقبل قابس 12 نقطة. خلاصة سريعة: الصدارة الترجي الرياضي التونسي يتصدر جدول البطولة بفارق 2 من النقاط عن النادي الإفريقي. الملعب التونسي قريب جدا من المراكز المتقدمة ويشكل تهديدا حقيقيا في سباق اللقب. 365 المؤخرة مستقبل قابس ونادي سليمان الرياضي يجدان نفسيهما في مراكز قريبة من مناطق الهبوط، مما يزيد الضغط قبل الجولات المقبلة. 365 ملاحظات فنية: نتائج الجولة 18 كانت غالبا بأهداف قليلة، وهو ما يعكس التوازن